ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. النهارده بقى هاخدكم في روتيني اليومي للمطبخ. هو روتين كده خفيف علشان اشجعكم واتشجع بيكم. بصوا المطبخ شكله عامل ازاي. ده كان لبن كنت جايباه وغلياه، وبص الارض وبص الرخامه. ودي جبنه موتزاريلا كنت جايباها، وجبنه تركي او رومي. ودي مضمضه كنت جايباها حلوه جدا يا جماعه، عشان يعني انا كنت خالعه ضرسي. وكمان حلوة بتمنع تسوس الأسنان، يعني تعمليها بس بعد ما تمضمضي تسيبي المضمضة لمدة ربع ساعة، بعد كده تغسلي بقك. وما تاكليش بعد منها على طول، لازم تقعدي على الأقل من ربع ساعة لنص ساعة. وده كان غسيل طبعا على المنشر، بنشيل غسيل والغسالة شغالة. والله يعيننا جميعا. وكمان يا جماعة شغل البيت في الحر اللي احنا فيه ده بجد، والله ربنا يعين كل ستات البيوت اقول ايه، بس بجد ربنا يدينا القوة يا رب كده ويعيننا على اللي احنا فيه. اول حاجة اعملها العلبة اللي بحط فيها المسحوق وبغسلها كويس، وبحط فيها المسحوق، وحطيت نص ليمونة وحطيت خل. طبعا الخل بيخلي المواعين بتبرق، وكمان بيعقمها في نفس الوقت. بصوا المواعين والله العظيم بجد زي ما بقول لكم ان المواعين والغسيل فعلا بيتكاثروا. وانا والله يعني الروتين ده عملته معاكم علشان اشجعكم واتشجع بيكم. ولما ببقى فاتحه الكاميرا بحس يعني سبحان الله ان انا نشيطه جدا جدا جدا، غير لما بشتغل شغل البيت من غير ما ببقى فاتحه الكاميرا بصور. بشتغل مش هكدب عليكم، وربنا يعيننا جميعا، بس مش بنفس الحماسه وانا ببقى فاتحه الكاميرا بتاعت التليفون وواقفه بصور. فيعني انا بحب اشجعكم واتشجع بيكم. فلو بجد بجد عايزين تشجعوني، شجعوني باللايكات والاشتراكات في القناة وكومنت حلو زيكم، بجد يحفزني ويشجعني ان انا اكمل، وان انا ما اقفش، يعني ان انا ما اقفش، واحس ان القناة حاجة هم على قلبي كده، او ان انا مش حابة ان انا اكمل. دي بقى المنظم ده طبعا ليه افكار كتيرة جدا. انا بحب احط فيه زي صفاية المعالق، بصفي فيه المعالق والشوك والسكاكين، وبعد كده لما بتصفى خالص باخدها احطها في مكانها في المكان الناشف. انا بحب اعمل كده. وطبعا ليه افكار كتير كمان، ان انت ممكن تحطي فيه اقلام، او ممكن تحطي فيه فرش اسنان والمعجون، او لو عندك ادوية مثلا تحطي واحد ليكي ولزوجك. بجد بيبقى حلو قوي قوي قوي، وبينظم معاكي كل حاجة. انا بحط فوطة كده على الرخامة، وبصفي بحط على المواعين تتصفى خالص، وبعد كده باخدها احطها على المطبقية الستانلس اللي انا وريتها لكم قبل كده برضو في فيديو، وقلت لكم ان انا جبتها علقتها على الحيطة. بجد وسعت معايا مكان كتير جدا على الرخامة، عشان زي ما انتم شايفين ان مطبخي مش كبير، وان انا رخامة عندي برضو مش كبيرة خالص. الحمد لله على كل حال، وربنا يا رب يوسع علينا جميعا. خلصت بقى الاطباق والكوبايات وكل حاجة. دي لبانة ستانلس كنت برضو غالية فيها لبن. بجيب حتة سلكة كده بس ناعمة، انا محبش السلك الخشن بصراحة. السلك الناعم بيخلي الحاجة بتبرق معايا وسهل في الاستعمال. انا غسلت بالسلكة الاول وبعد كده بالليفة، يعني انا مش عارفة انا كده ولا في حد زيي. انا بحب اغسل بالسلكة الاول وبعد كده اغسل تاني بالليفة. بصوا بقى السلكة بجد خلى الستانلس بيبرق وبيلمع ازاي. وبرضو الحلة الالومنيوم، برضو الالومنيوم بيبقى زي الفل بالسلكة الناعمة دي. الالومنيوم طبعا يا جماعه حلو قوي طبعا، بسلق فيه مكرونه. لكن الستانلس قبل كده عملت فيها المكرونه بسلقها معرفش هي لزقت معايا. لكن الالومنيوم حلوه قوي بسلق فيها المكرونه، وبحب اعمل فيها رز وكده، يعني عشان مش بتخلي الرز برضو يلزق. ده مسحوق اللي هو بالجريسلين. اللتر ب6 جنيه، حلو جدا. بجيب 4 لتر ب24 جنيه، بملى اللي هو الجيركن اللي قدامكم ده 4 لتر. يعني بقى انا حاسه ان هو اوفر بكتير من اسعار المنظفات التانية. بس طبعا مش في نفس الخامة ونفس كل حاجة، بس اهو احنا بنقوله ان احنا لازم نتعايش مع الاسعار الرهيبة اللي احنا فيها ونوفر. فطالما في حاجة هتقدري توفري فيها ما تتردديش ثانية. يعني انا مثلا مش هروح اجيب البريل اسعاره رهيبة
وفيبا والكلام ده كله اسعاره رهيبة جدا. ده دوني برضو اللتر ب6 جنيه، حلو جدا يا جماعة. بعد ما تخلصي الغسيل في الغسالة وتيجي دورة الشطف تحطي شوية، بجد بيخلي ريحة الغسيل تحفة. تبقي واقفة حتى في البلكونة شامة ريحة المعطر الجميل ده، او ممكن تحطيه في مية التسييق وانت بتسيقي، بجد بيخلي ريحة الشقة عندك حلوة قوي قوي قوي. برضو اللتر ب6 جنيه برضو حلو، مش غالي، مش زي اسعار الدوني. انا برضو قلت لكم انه مش نفس الخامة ومش نفس كل حاجة، بس لازم نوفره على قد ما نقدره ونتعايشوا مع الغلاء الفاحش اللي احنا فيه ده في كل حاجة. بس طالما قادرة توفري وفري، يعني انا بتكلم في مساحيق يعني حاجة بسيطة، لكن في حاجات تانية طبعا اسعار الاكل والحاجات دي غالية جدا، فهنوفره ايه؟ برضو يعني الواحد كان بيعمل حاجات كتيرة، غصب عنك هتقللي الكمية، علشان برضو الاسعار بقت غالية قوي دلوقتي. فربنا يعيننا يا رب ويرحمنا برحمته. دي ازازة بقى كنت غسلاها وعاملاها من الفلتر. البوتاجاز بقى دي يعني تنظيفة يوميا، مش تنظيف عميق. انا لما بعمله تنظيفة العميقة بصراحة بياخد مني وقت ومجهود، لكن دي تنظيفة بتاعت كل يوم. قبل ما يعني انا قبل كل غدا ما بحبش اشتغل خالص على بالذات البوتاجاز ومش نضيف. بس لو انا تعبانة بجد ومش قادرة، غصب عني هعمل الغدا وهو مش نضيف. لكن لو انا قادرة بغسله بصراحة الاول، علشان بحب دايما ان انا استعمله وانا بعمل الغدا وهو نضيف كده، ببقى مبسوطة جدا، بحس براحة نفسية بصراحة. اغسل بقى الحوامل بتاعته واحطها برضو على فوطة التنشيف دي وانا الشفة، انا بحب كده. بعد ما تنشف خالص باخدها وبحطها على البوتاجاز وابدأ بقى اعمل الغدا بتاعي. اجيب بقى المحلول ده او ايا كان اللي هو الخل على كلوريكس الوان على ميه، بجيبه برشه بقى في كل حته في المطبخ، وبمسح بقى بيه كل حاجه، الرخامات بقى بتوع البهارات، كل حاجه كل حاجه انا مسكتها في يومي بمسحها، بحيث ان انا اعطرها واعقمها علشان لما امسكها تاني تبقى نضيفه. طبعا اكتر حاجة بنستعملوها يوميا السكر والشاي والملح والبهارات. البهارات طبعا للاكل والملح للاكل، والسكر والشاي عشان تعملي ايه الشاي بتاعك. فطبعا لازم امسحهم كده علشان لما اجي استعملهم تاني احس ان هما نضاف. بصوا ده كان روتين خفيف جدا وروتيني اليومي في المطبخ. فوطة المطبخ طبعا اساسي هتغسليها على ايدك وهتحطيها في البلكونة تتشمس كده، تاخد شموسة حلوة. ده مسحوق كده كنت جايباه من التموين عادي، تموين الفرد يا جماعة، كيس سكر وازازة زيت. لكن المسحوق ده من النقط اهو، بصوا ازازة الزيت مش عارفة هتروح فين بعد كده بجد، كل مرة اجيبها الاقيها كشت. وكيس سكر واحد بس، والزيادة اللي هي النقط جبت بيها كيس المسحوق ده كان ب10 جنيه. ده بصوا كان روتين كده خفيف وروتين يومي في المطبخ. بجد في الحر ده يعني الله يعيننا، بيبقى المجهود علينا كتير جدا والتعب، وربنا يعيننا ويعين يا رب كل ستات البيوت. وده كان زي ما قلت لكم روتين روتين كده خفيف في المطبخ. يا رب يكون عجبكم. تنسوش اللايك والاشتراك يا احلى واغلى متابعين.